السلام عليكم، أتمنى الجميع يكون بخير. في كذا حد كده كان كتب لي تعليق اعمل لنا جدول لتشغيل الخلية والشفاط والتفاصيل دي كلها. طيب بصوا يا جماعة عشان بس نبقى الكلام يبقى واضح كده اهوت، ما فيش حاجة اسمها جدول يمشي مع الناس كلها. أي حد هيقول لك جدول أو وقت تشغيل ووقت إيقاف يمشي مع الناس كلها، أنا يعني باعتذر ليه، الشخص ده هيبقى شخص غير واعي أو غير مدرك هو بيقول إيه. ليه؟ كل واحد ليه عوامل بيئية محيطة بيه مختلفة، كل واحد بيربي كائن حي ليه تفاصيل مختلفة، كل واحد عنده أعمار مختلفة، عنده أوزان مختلفة، الكثافة العددية كمان مختلفة، تجهيزاتك للمكان أصلًا بتختلف من حد للتاني. فأنت عشان تقول لي نعمل جدول الناس كلها تمشي بيه، هيبقى إحنا كده أهوّة الجدول ده هيبقى مصدر ضرر لناس ومصدر إفادة لناس، على حسب أنا مثلًا باعمل حاجة مناسبة أنا ليّا، ربما يكون حد عنده الظروف المحيطة البيئية والتجهيزات والكلام ده كله مشابهة ليّا، ودي تبقى حالات مش كتيرة، فالدنيا هتمشي معاه، ولكن الأغلبية هيحصل له ضرر. طب خلّينا نتكلم كده واحدة واحدة. النهارده الخلية دي أنا إيه اللي أنا عايزه منها؟ أنا عايز منها إن هي تخفّض لي درجة حرارة الهوا اللي داخل لجوّه المكان عندي. طيب يبقى أنا على هذا الأساس لازم الأول أشوف الخلية بتاعتي دي بتتبل في وقت قد إيه، وبتنشف في وقت قد إيه، وفي نفس التوقيت هي بتاخد وقت قد إيه عشان توصّل لي درجة الحرارة اللي أنا عايزها، لإن أنا النهارده لمّا يكون مثلًا درجة الحرارة الخارجية عندي 30 وأنا عايزها مثلًا تنزّل لي 5 درجات، أكيد مش هتشتغل بنفس الوقت لمّا يكون درجة الحرارة عندي مرّة 40 والّا 45 وعايز أوصل ل25. ما أكيد الاتنين مش هيبقوا زي بعضهم، أكيد أنا هنا مثلًا لو هاشغّلها دقيقة وافصلها مثلًا دقيقتين، أكيد هنا أنا مش هاشغّلها برضه نفس الوقت ده، لإن هي في الآخر مش هتنزّل لي الدرجة اللي عايزها، أنا محتاج أشغّلها وقت أطول. فأنت حضرتك بالمختصر المفيد، وكذا مرّة أنا قُلت الكلام ده قبل كده، عينك هي الترمومتر بتاعك، إحساسك هو الترمومتر بتاعك، حاسة الشم عندك هي الترمومتر بتاعك. أنا باخش المكان باشوف حالة الحاجة اللي أنا باربيها عندي عاملة إزاي، هل هي في حالة مستقرة، في عندها نشاط كويس والّا لأ؟ لأ بتنهج، يبقى أنا أشوف الحرارة بتاعتي والرطوبة. خلّي بالك برضه ممكن أنت الحرارة بتاعتك كويسة والرطوبة كويسة، وتلاقي الحاجة برضه حالتها مش كويسة. إيه السبب؟ ممكن تبقى الكثافة العددية، يعني مش شرط بس الموضوع حرارة ورطوبة، ممكن أنا تكون الكثافة العددية اللي جوّه المكان أصلًا كتيرة عليه، فبالتالي مخلّية الاستهلاك الأكسجين في المكان نفسه مش ملاحق، زي ما حد زي ما ناس كده إحنا إيه، راكبين مثلًا في مواصلة عامة كده ومتكدسين فيها، تلاقي الواحد مش قادر ياخد نفسه. إيه السبب؟ إن حجم الأكسجين الموجود في المكان مش مكفّي على الناس اللي فيه. فحلُّه بقى مش إن أنا أضخ في أكسجين جوّه، ولا أخفّض في حرارة ولا أرفع في حرارة، لأ هو حلُّه إن أنا أخفّف الكثافة العددية. فإذًا ما فيش حاجة اسمها جدول ثابت على كل الناس، في حاجة اسمها أنا باراقب الدنيا عندي. كذلك برضه الشفاط، هو الشفاط ده أنا محتاج منه إيه؟ أنا محتاج منه كذا حاجة، محتاج منه إن هو يجدد لي الهوا في المكان، اللي هو يعني يدخّل لي أكسجين جديد في المكان عشان خاطر النَفَس، محتاج منه إن هو يطرد لي الغازات السامة برّه، محتاج إن هو يخفّض لي حرارة. إذًا في كل الأحوال دي هيبقى تشغيله مش واحد، لإن أنا لمّا أكون عايز إن هو يجدد لي مثلًا الهوا اللي في المكان، فأنا والله هاشوف الكثافة العددية اللي عندي قد إيه في متوسط الوزن، وعلى هذا الأساس هاعرف أنا محتاج كام متر مكعب من الهوا، وهابتدي إن أنا أشغّله هنا أهوّة، والحسبة دي إحنا شرحناها في فيديو قبل كده أهوّة. لكن أنا لو عايزه مثلًا إن هو يخرّج لي الغازات السامة برّه، طب ما هو على حسب أنا كمية الغازات السامة عندي قد إيه. عايزه مثلًا إن هو يخفّض لي درجة الحرارة، يساعد لي في تخفيض درجة الحرارة عشان الكلام واضح. ما أنا برضه لازم أكون أنا عارف أساسًا أنا محتاج أخفّض درجة الحرارة قد إيه. ما هو مش أنا مثلًا عندي الجو برّه مثلًا درجة حرارته 45 وأنا هاقول للشفاط ده والنبي أنت خلّيها لي بقى 25 لوحدك كده أنت من غير خلية ولا غير أي حاجة، يبقى الكلام ده هزار. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها جدول ثابت، في حاجة اسمها أنا باشوف الدنيا عندي فيها إيه، باشغّل كل حاجة من دول وأبدأ أراقب وأشوف والله أنا وصلت للدرجة اللي أنا عايزها في وقت قد إيه. والله أنا شغّال في الخلية مثلًا 10 دقايق عشان خاطر أوصل لدرجة الحرارة اللي أنا عايزها. طيب لمّا جيت فصلتها مثلًا لقيتها إن هي بعد دقيقتين من فصلانها بدأت مثلًا إن هي ترتفع بشكل ملحوظ في درجة الحرارة، يبقى أنا كده عرفت إن أنا والله أنا محتاج كده أشغّل 10 دقايق وأفصلها مثلًا دقيقتين، عشان خاطر أحافظ أنا على درجة الحرارة اللي أنا عايزها. وبرضه الكلام ده مش هيبقى ثابت بالليل وبالنهار، لأ أنا بالليل هيبقى في وضع وبالنهار في وضع تاني. فلازم الأمور دي كلها أنت تكون كمُربّي واعي للأمور دي، ما فيش حاجة اسمها إن أنا باحط جدول وبامشي عليه كده مسطرة، لأ هي مش الموضوع مش كده خالص. أنت في النهاية بتتعامل مع كائن حي، كائن حي زيك أنت كبني آدم. أنا ما ينفعش أقول لك أنت النهارده كبني آدم أنا هامشّيك كده على مسطرة، لأ ليه؟ لإن أنت ليك تغيُّرات وتقلُّبات وعلى حسب أنت العوامل البيئية المحيطة بيك، وعلى حسب كمان برضه خلّي بالك الأكل. ما هو أنت النهارده برضه كمية الأكل اللي بياكلها الحيوان أو الطائر اللي عندك دهوّة مش واحدة في كل الأعمار بتاعته ولا كل الأوزان بتاعته، فبالتالي برضه هيفرق في درجة حرارته، حجمه، تفاصيل كتير أوي. فأنت راقب الدنيا عندك، شوف الوضع إيه، وعلى هذا الأساس أنا بقى أقعد محتاج إن أنت تقعد. عشان كده باقول ما فيش حاجة اسمها إن التربية أحط أكل ومَيّة واتكل على الله وما ليش دعوة، اللي هيحسبها بالمبدأ ده ما تربيش. التربية عايزة مراعية، عايزة مراقبة مباشرة دورية، باقعد مع الحاجة أشوف أنا وصلت لدرجة حرارة قد إيه، في وقت قد إيه، بتفاصيل إيه، أنا شغّلت الشفاط ما أعرفش كذا، شغّلت الخلية كذا. أبدأ أعمل أنا بقى إيه معادلاتي كده ودنيتي دهيّة وحساباتي على حسب المكان بتاعي أنا، حسب كل بقى أنا تجهيزاتي أنا راجل عامل عزل والّا مش عامل، مربي في دور مرتفع والّا دور منخفض، البيئة اللي حواليّا درجة حرارتها عاملة إزاي، كل التفاصيل دي. أرجو إن أكون وصلت لك المعلومة، ويا ريت الناس تنتبه للأمور دي عشان خاطر في ناس بس مشاكل عندها كتير جدًا بسبب إن حد يقول له مش عارف شغّل كام دقيقة وافصل كام دقيقة والكلام ده، وفي الآخر يلبس في الحيط، ويبقى اللي هو المشكلة كلّها ده بيقول له بناءً على يعني العوامل البيئية اللي عنده، والتاني وهُم الاتنين أصلًا مش مدركين النقطة دي. أتمنى إن أنتم يعني دورتكم تعدّي على خير، والسلام عليكم.